تمنيت نشوف طاقات او اطباء نفسانيين اللي حتى همايا غادين يساعدوا في هذه المأساة. الماكلة والشرب و الغطاء للناس، داكشي كلشي مزيان، ولكن حنا المغاربه انا تنظن ما بالش ليا شي ناس اللي فكروا انهم يمشيو يعنقوا هذوك الناس اللي فقدوا اباء امهات الوليدات ديالهم. الحب ما تيتعوضش بالمال. فاش غادي نعنق شي واحد وغادي نواسيه، فقط نعنقه ونخليه يبكي ونسمع ليه، في هاد اللحظه هادي غادي نفوج عليه وغادي هو يخرج كل شيء اللي لداخل ديالو. الماكله وداكشي كلشي اللي ديتو مزيان، ولكن ما شفتش هضرتو على النفسيه ديال الناس. النفسيه مدمره. رجاء الا كانوا شي الناس يكونوا واعين قلبهم كبير، يمشيو يعطيو الحب الروحي ماشي المادي لهاد الناس. يمشيو لعيد المكان، الناس اللي مهتمين بالطاقه ينظفوا الاماكن ديال ريحه الموت ديال الارواح العالقه، لانه الموت ديال الغفله تلقى الارواح عالقه في الارض. نصليو ليهم ونبعثوا الارواح ديالهم للنور، نوجهوا الارواح ديالهم للنور. تنظن انا ما تندخلش السوشيال ميديا بزاف، ولكن على علمي ما شفتش شي واحد او شي فيديو تهدر على الناحيه الروحيه والناحيه النفسيه ديال هاد الناس اللي وقع لهم هاد المأساة ديال الزلزال في المغرب. فرجاء فكروا في الصدمه ديالهم وسيروا عنقوهم. ما تصوروش، ما ديروش فيديوهات. عنقوا هادوك الناس يكونوا بوحديتهم. سمعوا المرأة اللي فقدات وليداتها وراجلها، سمعوا الوليدات اللي مبقى عندهم لا اب لا ام، سمعوا ليهم، عنقوهم. الحب 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 في هاد الازمات ما تتعوضش لا بماكله لا بفيديوهات لا بتا شي حاجه. فرجاء محتاجين الحب، محتاجين شي واحد يسمع ليهم، شي واحد ينقيهم من هاد المأساة اللي داخل ديالهم. واخا تشوفوهم تيهضروا تياكلوا، ولكن الله اللي عالم بهم. فرجائي الناس اللي في الوعي، الناس اللي يقدروا يعاونوا بهاد الشيء اللي بالي في السوشيال ميديا منعدم، هو اللي خصو الناس يفكروا فيه وينقيو هذاك الاماكن ديال الموتى، لان الارواح عالقه تماك وغادي تاثر حتى على الناس. فنفكروا في الاحياء ونفكروا في الاموات. الارواح اللي توفات نبينوا لها ونساعدوها على الرحيل الى الاعلى، ما تبقاش في الارض. والارواح اللي باقا حيه نعاونوها على تخطي هذه المحنه بالحب، ونسمعوا لها ونخليوها تخطى هذه الصدمه هذه. فرجاء تسمع الفيديو هذا ومقدور انه في المغرب يعاون. وشكرا لكم.